باريس. بهذا الاستقبال لضيفه التونسي، أراد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إظهار أن التوتر الذي شاب علاقات بلديهما بسبب تلكؤ فرنسا في دعم ثورة الياسمين أصبح من الماضي. وترجمة لعودة الدفء إلى علاقات فرنسا وتونس، أكد الرئيس ساركوزي عزمه على مساعدة تونس في اجتياز المرحلة الانتقالية، موقف طمأن ضيف باريس. العلاقات الفرنسية التونسية على ما يرام. سعدت باستقبالي من الرئيس ساركوزي، وسأعود إلى تونس مطمئنا على مستقبل علاقاتنا. في اللقاء الذي جمع رئيسي حكومتي تونس وفرنسا، تم على وجه الخصوص بحث العلاقات الثنائية، وأكد خلال اللقاء رئيس الوزراء الفرنسي عزم بلاده على البقاء أول شريك لتونس. وقد جاءت زيارة رئيس الحكومة التونسية المؤقتة إلى باريس وسط دعوات لكي توائم باريس علاقاتها مع تونس بشكل يجعلها تتفادى الوقوع في أخطاء الماضي. كنا من منتقدي نظام بن علي ومنتقدي الواقعية السياسية التي كانت الدبلوماسية الفرنسية تتعامل بها مع نظامه، واليوم يوجد ديمقراطيون في تونس، ويوجد في فرنسا من يدعم الديمقراطية في تونس، لذا يجب توظيف ذلك من أجل تعاون مثمر بين البلدين. علاقات البلدين ستستمر وستثمر، وعلينا تطويرها، وهذا مهم. يجب أن تكون الجوانب الإنسانية والسياسية والثقافية أساسا لاستدامة تلك العلاقات. طبعا صفحة بن علي طويت نهائيا بقرار من الشعب التونسي، واليوم نحن مطالبون بمرحلة جديدة. ومن بين المسائل التي تفادى الطرفان حسمها هذه المرة مشكلة المهاجرين التونسيين الذين دخلوا فرنسا قادمين إليها من جزيرة لامبادوزا، والذين يعيشون أوضاعا مزرية في بعض المدن الفرنسية، حيث اكتفى الطرفان بإبداء عزمهما على التصدي للهجرة غير الشرعية. بين التزام فرنسا سياسيا بدعم المرحلة الانتقالية في تونس وبين رغبة البلدين في التأسيس لعلاقات جديدة، يبدو أن زيارة رئيس الحكومة التونسية المؤقتة نجحت، خاصة في تعبيد الطريق أمام شراكة بعيدة المدى ومتعددة الأبعاد. نور الدين بوزين، الجزيرة، باريس.